أولادي ولا بيحبوا الفاكهة ولا بيحبوا الخضار، بصراحة دي أكتر كلمة باسمعها من أي أم جاية تتابع معايا لأولادها، وطول الوقت باسمع أولادي ولا بياكلوا فاكهة ولا بياكلوا خضار، بس لما باسألهم لما بتاخديهم مطعم بياكلوا الأكل؟ آه طبعًا بياكلوا الأكل، لما بيجيبوا ساندوتش مليان خضار بياكلوه؟ آه طبعًا بياكلوه، طب لما بتديهم عصير بيشربوه؟ طبعًا بيموتوا في العصير، الحقيقة إن إحنا اللي بنكون تفكير أولادنا من غير ما نحس، إحنا المسؤولين عن إن أولادنا بيحبوا الأكل الجانك والفاست فود لأن إحنا دايمًا عودناهم لما بنيجي نكافئهم وعايزين نخرج خروجة حلوة لازم نروح مطعم ناكل أكلة حلوة نكافئهم بيها، وبالتالي ارتبط عندهم مفهوم الأكل ده بالسعادة، والأكل ده بقى مصدر سعادة بالنسبة لهم. خلاص كده ما فيش فايدة؟ لأ طبعًا never too late، زي ما بتاخدي أولادِك معاكِ المطعم جربي تاخديهم معاكِ السوبر ماركت يختاروا الأكلات بتاعتهم بنفسهم، الأطفال بطبيعتهم بينجذبوا ناحية الألوان الكتيرة وده اللي بيحصل في المطاعم دايمًا بيبهروهم بطريقة التقديم، جربي كمان تدخليهم المطبخ هتكتشفي إن هم يحبوا الفاكهة